انا جيت. طيب ما حبيناش نضيع فرصه ان احنا في الاسماعيليه، فقررنا ان احنا نجرب حاجه في الاسماعيليه كده اللي هو بيقول عليه ايه، شاذلي الغلابه بتاع الاسماعيليه، بس بقى المره دي مش في اللبس، في الاكل. فهنجربه مع بعض ونشوفه هل فعلا شاذلي، وهل فعلا العرض بتاعه فعلا يستحق ان هو يتقال عليه الشاذلي ولا لا. هقول لكم اسمه في اخر الفيديو علشان خاطر تشوفوا فعلا المحل ده كان يستحق ان احنا نقول اسمه في الفيديو ويتعرف اكتر ولا لا. خلينا نجرب مع بعض. ده العرض بتاعه، هنشوفه مع بعض حاجه حاجه وهنجربه مع بعض عشان نعرف في الاخر ايه راينا فيه، وانتوا كمان تقولوا لنا رايكم. نجرب حاجه حاجه كده. ده البوكس بتاعه تقفيل شيك. ده حجم الساندوتش بتاعه هنشوفه. هو العرض 2 ساندوتش. هقول لكم طبعا السعر بعد ما نشوف محتويات البابا كلها. فاضيه. هو بالمناسبه بردك لمحه حلوه، تقريبا هو عامل حاجه، المشروب بلين ابل كريم ده تقريبا مصري، يعني مش اي حاجه من المنتجات التانية. وده باكت بطاطس. شايف البطاطس لذيذه يعني، شكلها فريش جدا وريحتها رائعه، وتقريبا التوابل اللي عليها لذيذه جدا، شكلها باين، طعمها باين كمان. هنجرب كمان. هو في طبق كول سلو صغنن جدا، طبعا هنشوفوه هل فعلا بقى كول سلو ولا زي ما بيقولوا اي كلام. ودول الساندوتش هنشوفوا بقى ايه حجم الساندوتش. انا شايف ان الساندوتش شكله مبدئي كده، ده شكل الساندوتش سخن زي ما انتم شايفين، مش عارف بقى الكلام بتاعه باين في الكاميرا ولا لا. ده شكل الساندوتش من جوه. وانا بشكل مبدئي مستبشر خير جدا في الساندوتش. دي طبقات الساندوتش، هو تقريبا فيه خس من تحت والبرجر، وبعد منها زي ما هو قايل في صوص جبنه. تمام. فخلينا بقى ايه نشوف الطعم هو اللي هيحكم، بس قبل ما نجرب الطعم احنا عايزين نشوف البطاطس بتاعته ايه نظامها. البطاطس سخنه، والتوابل زي ما توقعت مظبوطه جدا، توابل حلوه قوي. مش شاربه زيت كتير وطريه لا، جميله جدا البطاطس. نجرب بقى الكول سلو. مش حاسس ان الكول سلو ده هيبقى تمام لان لونه في بقى ايه، معلقه خفيفه جدا، وشوكه برضه مش عارف دي تقريبا عشان الكول سلو. نجيب وجوانتي. طيب خلينا نجرب الكول سلو الاول. هو ايه، انا بيفرق معايا جدا الكول سلو في الاكل ده. بص، هو الكول سلو مش مظبوطه قوي، يعني مش احسن حاجه، لكن انا شايف ان هي لذيذه تمشي. نجرب بقى البرجر مع بعض. انا عايز يكون القطمه اللي هتتاخد فيها كل حاجه. بسم الله. طعم البرجر مش باين ان هو معمول مانيوال، يعني مش لحمه هو عاملها بنفسه، من الواضح ان هي جاهزه. يعني اي براند من البراندات بتاعت البرجر المعموله اللي هي الجاهزه، اللي هي بتبقى موجوده في السوبر ماركت اللي احنا عارفينها، العيش طري جدا، حلو قوي العيش، العيش ممتاز. طبعا الصوص الجبنه اللي عليه خفيف شويه. البرجر طعمه مش قوي، مش احسن حاجه، طعم لحمه البرجر مش احسن حاجه. يعني مقارنه ببراندز تانية فلا، هو مش، ما اعتقدش ان المنافسه في الطعم هتبقى قويه. والجبنه مش احسن حاجه، طعم الخس فريش حلو جدا. طب خلينا نجرب مره كمان، شوفوا يمكن. ممكن طعم الجبنه ظبط شويه، ممكن اكون انا اكلت حته خفيفه شويه، بس طعم الجبنه ظبط شويه، لكن انا ما زلت البرجر هو
طعم اللحمه مش احسن حاجه. طيب الاتنين ساندوتش دول ومعاهم الباكت بطاطس دي ومعاهم الكول سلو والمشروب، ده تمنه 110. انا شايف ده اسمه عرض الشاذلي عند محل اسمه هاوس برجر، ده في الاسماعيليه. كان نفسي تكون التجربه افضل من كده في طعم البرجر، بس ما كانتش احسن حاجه، طعم البرجر مش احسن حاجه. وده كان راينا بصراحه في المطعم دوت. ولو قعدنا فتره تانية في الاسماعيليه ممكن نكون نجرب حاجه جديده مع بعض. حلو، بس كان لازم نعرفكم التجربه دي في الاسماعيليه شكلها ايه. وهنستنى بقى ايه ان انتوا تقولوا لنا رايكم وتقولوا لنا حابين نجربوا ايه تاني ومنين. ووعد اي مكان هنروحوه هنجرب منه حاجه جديده في محافظات اسكندريه، في محافظات مصر، سوري، محافظات مصر. وهستنى ارائكم وكومنتاتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان خاطر يتابعنا اي حاجه جديده تنزل يشوفها هو اول حد. وسلام.